أكبر جملة ظالمة باسمعها الأيام دي، عيشي عشان تربّي ولادِك. يعني إيه واحدة يتقال لها عيشي عشان تربّي ولادِك، الواحدة دي عندها 25، 30، 35 سَنة ويتقال لها عيشي عشان تربّي ولادِك. طب وهي فين؟ وإيه المانع الفظيع إن أنا كمان أعيش؟ يعني إيه المانع إن هي كمان تعيش؟ واحدة عندها 25 سَنة، 30 سَنة، إزاي يتقال لها الحكم الظالم ده؟ هل الحكم ده يرضي ربنا؟ هل ربنا قال كده؟ قال إن الست تخلف وتقعد بس تربي ولادها؟ هل ربنا حكم بكده؟ ولا ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ مش ليها نصيب دي من الدنيا؟ ولا ربنا خلقها حلوفة حيوانة بتلد ونرميها وخلاص وتعيش عشان تربي ولادها؟ لا، هي ليها حقوق في الدنيا، ليها كيان في الدنيا. ايه المطلوب عشان الست دي تعيش؟ يعني إيه المطلوب؟ المطلوب إن حضرتك تبقى راجل بس. يعني إحنا مش عايزينك Superman، إحنا بس عايزينك Man، just تكون Man. إيه المشكلة إنك تكون Man؟ إيه الصعب أوي إنك تكون Man؟ ما حدش قال لك كُن Superman. يعني إيه الصعوبة في إن مراتك تعيش وولادك تعيش وأنت تعيش وكلنا نعيش ونبقى أسرة حلوة لطيفة؟ كل ما واحدة تكلمني الأيام دي تقول لي هو ما لوش دعوة بيّا وعايش مع واحدة تانية وبيكلم واحدة تانية، أو مسافر برّه وما بيكلمنيش، أو منفصلين بس جوّه البيت، أو، والعيلة بتاعتي بتقول لي عيشي عشان تربّي ولادِك. لأ، أنا باقول لِك لأ، ما تعيشيش عشان تربّي ولادِك، عيشي عشان أنتِ تعيشي، عيشي عشان تكوني بني آدمة. ربنا ما قالش كده، ده فوق احتمال البشر إن أنا أعيش بس عشان أربّي ولادي. مين قال كده؟ بحُكم مين؟ أنهي دين اللي قال كده؟ هاتوا لي حاجة في أي دين من الأديان بتقول إن الست تعيش عشان تربّي ولادها فقط لا غير. ربنا ما قالش كده، فأنت إزاي